يا ترى هو الكنبه اللي انت قاعد عليها ليها اي علاقه بالمبنى اللي انت عايش فيه؟ ما فكرتش فيها قبل كده انا عارف، وممكن تكون دلوقتي بتقول لي هو ايه علاقتهم ببعض اصلا. الطبيعي ان الاتنين يكونوا مربوطين ببعض اصلا، مش اللي احنا بنشوفه في العماره الجديده دلوقتي اللي بتتجه لانها تبقى منفصله بذاتها بعيدا عن الانتيريور والاساس، بغرض بس جذب اكبر قدر ممكن من العملاء بكل الاذواق المختلفه. عشان كده بتلاقي اختلاف بين اللي صمم الواجهه سواء كان المقاول او المهندس، واللي جاب الاساس سواء كان العميل او المصمم الداخلي. والموضوع هتحس ان هو غريب لو انت من اللي بيركزوا في التفاصيل، لانك مش طبيعي تشوف بيت شكله من بره مودرن تدخل تلاقي من جواه صالون مذهب بقى كلاسيك وكراسي لويس وسمك لبن تمر هندي على بعض. طب هي المباني زمان كان فيها ارتباط ما بين الانتيريور والاكستيريور اصلا، ولا دي حاجه جديده؟ فضي لي دماغك كده وتعالى اما اقول لك، بس الاول ننزل بالانترو. هل بقى يا عزيزي الترابط ما بين الانتيريور والاكستيريور موجود من زمان، ولا دي مجرد حاجه جديده كده بنعقد بيها نفسنا وخلاص؟ احب اقول لك ان لا طبعا، الترابط ده موجود من زمان اصلا. وعلى سبيل المثال وليس الحصر، ده بيظهر عندنا في مصر مثلا في بيت السحيمي اللي ماشي على الطراز الاسلامي من العصر العثماني، وده هيظهر لك من بره في واجهه بسيطه مقفوله نسبيا عشان الخصوصيه. وكمان هتلاقي ان المدخل عباره عن ممر منكسر عشان الخصوصيه، اللي احنا كديزاينرز دلوقتي بنسميه جدار البرايفسي، وهو مش جديد ولا حاجه، ده احنا واخدينه منهم اصلا، وزي ما بنقول عليه كده اولدز جولد. اما تيجي بقى تدخل جوه مش هتحس انك في مكان تصميم مستقل عن التصميم اللي بره خالص ومعزول عنه ولا حاجه، انما هتلاقي اغلبيه التصميم مرتبط ببعضه سواء من خامات او قطع اساس او توزيعها حتى. هتلاقي مثلا قطع الاساس منخفضه بالنسبه لقطع الاساس اللي موجوده دلوقتي، او زي ما بنقول عليها دلوقتي القعده العربي، عشان تناسب الفناء الداخلي او الحوش او الصحن زي ما بيتقال عليه اللي كان سيد وقتها. وعلى الاساس ده قطع الاساس كانت بتتوزع داير ما يدور حوالين الصحن. وهتلاقي كمان الشبابيك بتطل عليه، وكمان هتلاقي ان الخامات متوحده ما بين الابواب والشبابيك وحتى قطع الاساس، عشان تبقى لغه متوحده ما تبقاش تايه فيها. طب هو الارتباط ده موجود عندنا في مصر بس؟ لا طبعا، تعال اما اخدك رحله بعيده كده شويه في تصميم مختلف خالص بثقافه مختلفه خالص. هنتكلم دلوقتي عن بيت فرانسورث في الولايات المتحده للمعماري ميس فان در روه، وما تتخضش من الاسامي، هي مش اغرب حاجه هتشوفها في حياتك يعني. البيت ده لو شفته في اول مره من بعيد كده هتقول لي ايه يا عم اركي، فين التصميم في البتاع ده شويه مكعبات او رسمه اي حد في اعدادي هيرسمها عادي يعني. فهاجي اقول لك وقتها ان التصميم مش مجرد شكل، التصميم زي ما قلنا كتير قبل كده هو حل مشكله، يعني تلبيه طلبات عميل. إيديث فرانسورث كانت دكتوره عاوزه بيت تقضي فيه الاجازات بتاعتها على نهر فوكس. ميس فان در روه شاف انه الاحسن انه يعمل لها تصميم بسيط مندمج مع الطبيعه عشان يكون مريح لاعصابها، وفي التصميم ده ظهر السلوجان الشهير لميس فان در روه اللي بيقول less is more. تصميم البيت ده هتلاقيه بسيط جدا لدرجه انك هتلاقي انه من بره عباره عن مجرد مستطيل ازاز مرفوع على اعمده رفيعه، والهيكل بسيط جدا، كلها عباره عن خطوط افقيه وعموديه، والازاز محاوط البيت من كل الاتجاهات عشان الطبيعه تكون هي الخلفيه. ورغم ان ده ضد الخصوصيه، لكن هو مناسب لثقافتهم جدا مش لينا احنا خالص. وزي ما قلنا احنا كنا عايزين تصميم مربوط مع الطبيعه عشان يكون مريح للاعصاب. وعلى نفس المنوال بقى هتلاقي ان كل قطع الاساس جوه بسيطه ومنخفضه كانها طايره في الفراغ، كلها مفروشات كلاسيك بتصميم بسيط زي مثلا كرسي برشلونه. اقرب تشبيه للبيت هو معرض فن حديث، وكل قطعه اساس فيه بتمثل لوحه بتكمل التصميم. طب حلو يا عم اركي، هل ده موجود بقى هنا في مصر دلوقتي ولا لا؟ من ناحيه موجود فهو طبعا موجود، بس نادر، لان العمارات دلوقتي في المدن الجديده بتتبني بالجمله، والناس بسبب الظروف الاقتصاديه ما بتصدق تلاقي شقه تشتريها. الموضوع دلوقتي يا سيدي عامل كأن العميل بيشتري صندوق في عماره ويحط فيها قطع الاساس بدماغه، وده اللي بيخليه منفصل عن العماره اللي هو فيها. امتى ممكن تلاقي الترابط ده موجود في مصر؟ هتلاقيه في مشاريع تقيله زي ماونتن فيو، بالم هيلز وغيرهم. هناك بيبقى فيه مصممين على اعلى مستوى شغالين على ستايل معين في الانتيريور والاكستيريور، فالتصميم كله بيبقى ماسك نفسه ومرتبط بشكل حلو. هتلاقي برضو الترابط ده موجود في المشاريع الكبيره اللي المعماريين الكبار بيمسكوها من A to Z، زي مثلا زها حديد وميس فان در روه وغيرهم من المعماريين. طب انا كده يا باشمهندس اركي، لو ربنا كرمني وقدرت ان انا ابني بيت، اعمل ايه بالظبط؟ يا سيدي لما ربنا يكرمك وقتها تعالى لي وانا هصمم لك وابني لك البيت، وانا هخليك تعيش فيه مرتاح. بالظبط كده. بكده نكون خلصنا معاكم الموسم الاول من ديكو اناركي. اكتبوا لنا تحت في الكومنتس ايه اكتر حلقه عجبتكم وعايزين تشوفوا ايه في الموسم الثاني. ولو الحلقه دي عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وفولو وسبسكرايب وكل الحاجات الحلوه دي عشان نكمل معاكم لو المحتوى عجبكم. ودلوقتي نقدر نقول لكم سي يو في السيزون الجاي.